مساء الخير، أهلا وسهلا بيك في برنامج حكاية مشهد. ولأن كل مشهد وليه حكاية، ما تيجوا نتعرف على حكاية النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك ولايك للفيديو، مش هتخسر حاجة. ونورتنا مقدما. وحكاية النهاردة من فيلم سي عمر، بطولة نجيب الريحاني وميم مشكيب، ومن إخراج شيخ المخرجين نيازي مصطفى. وبطلة المشهد ميم مشكيب، والمخرج نيازي مصطفى. في أحد المرات وهو بيتم التصوير خلال نهار رمضان، المشهد كالآتي: الفنانة ميم شكيب قاعدة وماسكة سجار وعمالة تدخن فيها. رفضت المشهد علشان هي صايمة، فالمخرج قال لها اقعدي بزاوية معينة وانا هصورك يبان ان انتي ماسكاها ومنفعلة، بس ما تشربيهاش. وبالفعل عملت كده، وهي في المشهد انفعلت جامد ونسيت نفسها، ومن كتر التقمص الشخصية قعدت تشرب فيها. فما فقتش غير على كلمة استوب استوب. ايه يا مدام ميمي، مش حضرتك قلت ان انت صايمة؟ قعدت في ذهول. هي مش فاهمة هي كده لسه صايمة علشان نسيت، ولا هي كده فطرت. وسألت شيوخ كتير: انت كمان حصل معاك نفس الموقف ونسيت في نهار رمضان وكلت ولا شربت؟